اهلا بيكم مرة تانية. ودلوقتي هنعرف ايه هو البريسيتس او القوالب الجاهزة اللي ممكن تستخدمها عشان تزود البروجكت بتاعك حلاوة. فاكرين البروجكت بتاع ستروين اللي احنا عملناه؟ فاكرين الحتت والاجزاء اللي كان فيها موشن سريع وفيها ترانزيشن كده بيحصل بطريقة هايلة جدا، وقلت لكم هقول لكم عليها بعد كده بالتفصيل. يلا بينا اربط حزامك عشان اللي جاي تقيل جدا جدا، وده هيخليك تبقى سريع اضعاف سرعتك لو انت بتشتغل من غير البريسيتس ومن غير البلجنز اللي احنا هنستخدمها النهارده. بس قبل ما نبدأ الكورس حابب أعرفكم على لوكيشن ستوديوز، واللي هتحلك إنك تأجر غرفة للمونتاج بكل المعدات اللي أنت محتاجها، سواء جهاز ماك أو جهاز ويندوز. والشاشات عندهم بتكون 5K، وكمان بيوفروا لك كل اكسسوارات المونتاج الخارجية زي الماجيك ماوس أو الستريم دوك. ده غير طبعا نسخ البرامج الأصلية اللي بتكون متسطبة جاهزة على الأجهزة على أعلى فيرجن نزل في السوق. ومش هننسى البلاجنز اللي انت بتكون محتاجها وبرضو مدفوعة بالكامل. وبمناسبة الكورس ده هم بيقدموا خصومات هايلة على إيجار الساعة لغرف المونتاج، وتقدر كمان تاخد خصم 10% إضافي على الخصومات اللي هم عاملينها حاليا لما تكتب لهم كلمة السر شيكو10. يعني كده ملكش حجة، كورس مجاني للبريمير، وكمان تقدر تبدأ من النهاردة في غرفة مونتاج هايلة. يلا بينا نكمل الكورس. فيلا بينا نروح للكمبيوتر ونشوف هنعمل ده ازاي. طيب زي ما انتم شايفين ده البروجكت بتاع ستروين اللي منتجناه مع بعض، و ده شكل البلجنز اللي بتنزل على وبتدي الترانزيشن بالمنظر ده. شايفين بيحصل ايه؟ الترانزيشن بيسحب الفوتج كده سريعا جدا، وفي نفس الوقت بيحط لي كمان الساوند افكت اوتوماتيكلي على المكان. بس مهم جدا ان انت وانت بتسطب البلجن تبقى قافل البريمير نهائيا، ثم بعد ما تسطبه يستحسن لو انت على ويندوز تعمل ريستارت كمان للكمبيوتر، وبعد كده تفتح البرنامج هتلاقيه موجود، او في الماك هتعمل داونلود برضو للفايل بتاعه، وبعد كده هتسحبه او تدوس عليه دبل كليك وتسحب في الفولدر بتاعه، ثم هتلاقيه اتسطب وهينزل عندك فين بقى في البرنامج بتاع بريمير. تعال نشوف. عشان تلاقي اي بلجن انت سطبته في السوفت وير بتاع ادوبي بريمير، كل اللي عليك انك هتخش قائمة ويندوز، ثم هتنزل تحت كده هتلاقي في حاجة اسمها اكستنشنز دي فيها هتلاقي فيها كل البلجنز اللي انت بتركبها على البرنامج بتاعك. فانا مثلا بستخدم بلجن اوتوكات، ده بيعمل مونتاج بالاي اي سريع جدا، وبستخدم موشن اري، وبستخدم بريمير كومبوزيشن واكتر من حاجه وسابس. بس خلينا نخش على بريمير كومبوزيشن. لما هتدوس عليه هيفتح لك هنا كده مربع حواري ليه، وزي ما انت شايف هنا هتلاقي فيه جزء كده بيقول لك دي الباكج بتاعتك. لما تدوس على الفولدر ده هتلاقي الحاجات دي كده، لو فتحناها هتلاقي في عندك تكست بوكس وتكست بريسيتس اللي هي حركة الكلام، او تكست بوكس تكتب فيه الكلام اللي هو بيبقى سي او فلان الفلاني مش عارف ايه الكلام ده كله، هتلاقيه بيطلع بشكل بسيط جدا. كل اللي عليك ان انت هتكليك على الحاجة اللي انت عايزة تسحبها وترميها في البريمير على طول، فبتعمل لك الموضوع ده في السريع جدا جدا. الحاجات دي ميزتها انه لما كنا بنعملها زمان كانت بتتطلب ان احنا لازم نخش على افتر افكت الاول ونبلد الحاجة دي اللي هو اللور ثيرد، اسمها لور ثيرد، عشان خاطر لو عايز تعمل سيرش عليها تعرف تطلع اكتر من ستوك ليها. اللور ثيرد دي كانت بتاخد مجهود كبير جدا، وبعد كده تعمل ريندر على الافتر افكت، ثم تاخد الفوتج اللي طلعت من الافتر افكت وبعد كده ترميها في البريمير، وبعد كده تعمل عزل ليها. فكان موضوع كبير جدا. دلوقتي بقت متوفرة في البلجن ده بشكل على طول منه في البرنامج على طول، وده بيسرع العملية جدا جدا. هتلاقي عندك بعد كده ترانزيشنز، زي ما انت شايف كده دي الترانزيشنز اللي اشتغلنا بيها، اللي هي بتاعت زوم ان والزوم اوت،
وكمان هنا لايت فلير، وكمان عندك زي كده انتقالات جاهزه بتتحط عشان خاطر تشغل الدنيا. فخلينا نجرب كده، مثلا احنا هنمسح ده مثلا، وليكن احنا هنمسح ده اهو. اوكي، وهنحط ده اهو كده هنا. شوف كده اهو، في لحظه هو عمل ايه؟ عمل بروسيسنج كده سريع، وقام منزل البلجن ب نزل البريسيت بتاعه بكمان الساوند افكت اللي تحتيه. فتعالى نشوف كده، زي ما انت شايف كده اهو عمل البريسيت ده، وكذلك اللي بعده دوت نفس القصه. ممكن بقى تاخد اي شكل من الاشكال دي، حتى الحاجات اللي ليها علاقه بالسوشيال ميديا تقدر عن طريق هنا برضو البلجن ده ان انت تسحب، تكلاك وتدراج على طول. حط مثلا سبسكريبشن دي، شوف هنا حط السبسكريبشن ناو دي على طول اهي. وكمان تقدر تتحكم في مكانها عن طريق ان انت تخش هنا من ترانسفورم وتجيبها يمين، تنزلها تحت مثلا كده، وكمان تتحكم في السكيل بتاعها، تكبرها تصغرها تروتيت. التكست اللي مكتوب ممكن تغير كلمة سبسكريبشن وتخليه اي حاجة and so on. كل ده تقدر تتحكم فيه بطريقة سهلة وبسيطة جدا وسريعة زي ما انتم شايفين كده، وبتكة زرار. وعلى فكرة ده الجزء المجاني اللي انا بقول لكم عليه، المش مدفوع. فلو خدت المدفوع كمان هيدي لك حاجات اكتر واكتر تقدر تستفيد بيها. وتقدر كمان لو انت مش عايز المدفوع تقدر تبدأ بالمجاني، مش هيقول لك لا. ممتاز جدا الصراحة، اشتغلت بيه في اعمال كتيره جدا ومكفيني وزياده يعني. طيب ده كده كان الشق الاول وهو البلجن. تعال نشوف بقى ازاي نقدر نشتغل بالبريسيتس، وهل ممكن انا اعمل بريسيت خاص بيا؟ ممكن تعمل ده جدا. تعال نشوف كده نقدر نعمل ده ازاي. انه دلوقتي هتخش على قائمه افكت، وبعد كده هتلاقي فيه بريسيتس اهي الجمله دي. كل اللي عليك ان انت هتحمل بريسيت جديد. ازاي؟ عن طريق كلمة effect من هنا، هتلاقي فيه 3 شرط جنبها، تنزل تحت على import presets. انا اوريدي نزلت 2 كده نجرب فيهم. فعندك مثلا كاميرا فري هاند، ودي بتعمل بريسيت كأن الفوتج دي متصورة بهاند هيلد، وده بيدي لك التاني ده بيدي لك اكتر من 10 سموث ترانزيشن. فخلينا ندوس على ال10 سموث ترانزيشن. بعد ما دوسنا عليه هو كده اتحط في كلمة presets. بص هنا هتلاقي فيه 10 free smooth transition package 1 اهي موجودة. تعال نشوف بقى تأثيرها بيكون عامل ازاي على الفوتج يا ترى. تعال نشوف فوتج مثلا زي دي، وخلينا برضو نحط البريسيت التاني بتاع الهاند هيلد. هفتح كده وكاميرا هاند هيلد، انا كده بقى عندي كاميرا هاند هيلد. كل دي حاجات بتحصل. طب تعالى ناخد حاجه من الهاند هيلد ده مثلا، وليكن دي الفوتج بتاعتي اهي بتتحرك بالطريقه دي. فانا هاخد مثلا وايد مثلا سموث، فيري سموث موشن. تعالى نشوف كده، حطه هنا كده على الفوتج بتاعتي. تعالى نشوف ايه اللي هيحصل. شايفين بقى فيه هزه كده في الفوتج، مش باينه قوي. تعالى ناخد واحد تاني وليكن مثلا فاست وايد عشان يبان يعني. بص كده، شايف الهزه دي فيك، معموله فيك مش حقيقيه. ممكن تبقى انت محتاج هزه ايد بسيطه عشان تدي رياليستيك في المشهد. طب مش عايز هزه، عايز اعمل زوم ان او زوم اوت. تعال نشوف كده مثلا، هعمل سلايد داون يكون كده. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. شفت الهزه دي؟ شفت ده ترانزيشن ده؟ تعال نشوف مثلا نعمل زوم ان 12 فريم مثلا. ده الزوم ان اهو معمول. هنشوف مثلا سموث واي برايت زي ما انت شايف كده، ده ترانزيشن اهو هايل جدا. طب انا ممكن بقى اعمل حاجه، انه عايز الترانزيشن ده يبقى ما بين دي وما بين دي. ممكن اعمل ده عن طريق
الموضوع هنا اللي احنا بنتكلم فيه. انت هنا لو جيت على اول حاجه البيز بريسيت دي، هتلاقي فيه هنا تعليمات هو اوريدي قايلها لك. التعليمات دي اهي، بيقول لك يا سيدي حط adjustment layer. فتعال نشوف ايه موضوع الادجستمنت لاير ده، وازاي انت تقدر تعمل حاجه زي كده. طب تعال نرجع خالص زي ما انت شايف كده، وهنعمل adjustment layer. ايه هو الادجستمنت لاير ده؟ بيبقى عباره عن لاير او زي طبقه من الطبقات اللي تقدر تطبق عليها اي افكت عشان ما تاذيش الفوتج الرئيسيه بتاعتك. وتقدر عن طريق اللاير دي ان انت تطبق الايفكت ده مره واحده على كل اللي موجود. ده بيحصل ازاي؟ عن طريق ان انا هاجي هنا ادوس كليك يمين، وبعدين اطلع على نيو ايتم، وبعدين ادوس على ادجستمنت لاير. هيقول لي انت عايز دايمنشن بتاعه كده، اقول له اوكي. هينزل لي كده ادجستمنت لاير وبيبقى لونه بيربل بالطريقه دي، واسحبه وارميه على الفوتج. طيب انا ممكن عايز اطبق الايفكت ده في الجزء الصغنطط ده بالمنظر ده كده. فكل اللي انا محتاجه ان انا هروح على البريسيت في افكت، وبعدين بريسيت، وبعدين هعمل مثلا وايب او سلايد داون اهي، وايب اب او وايب داون. خلينا ناخد وايب داون بالطريقه دي واحطه على الادجستمنت لاير. بص كده ايه اللي هيحصل. هو بيقول لي لازم تسيب 10 فريم على الاقل عشان اقدر اشتغل بيهم. طب انا عايز اتحرك 10 فريم، اعدهم ازاي يا شريف؟ كل اللي انت محتاجه هتدوس على شيفت زائد الاتجاه او السهم الشمال في الكيبورد عشان او اليمين حسب المكان اللي انت عايز تمشي عليه على التايم لاين. فهدوس شيفت وادوس شمال. كل تكه ب 5 فريم. فانا كده دوست تكه كمان كده 10 فريم، وهسحب كده 1 2 3 4 5 ادي فريم، 1 2 3 4 5 ادي فريم. تعال نشوف بقى هيبقى عامل ازاي. عايز انا دلوقتي وليكن مثلا عندي الطريقه دي ان انا بعمل زوم ان على عنصر معين ومحدد بطريقه معينه. فانا عايز كل مره بقى هقعد اعمل كي فريم وادوس على مثلا ده كده، واخش اعمل كي فريم هنا واعمل كي فريم هنا، واقعد اغير في الدنيا واحط مش عارف ايه واحط ايه. واكيد انا لو عندي مثلا 200 300 تراك معين او كليب على الموضوع دوت، وعايز اطبق عليهم كلهم نفس البريسيت على كل كليب بحد ذاته، مش هقعد بقى امسك كل واحد واعمل له يعني كي فريمز وكده. الموضوع هيبقى مهلك جدا. فانا كل اللي انا محتاجه ان انا اعمل بريسيت خاص فيا للتجميعه اللي انا مستخدمها في الحاجه. فتعالوا نشوف كده مثلا حاجه زي هنا مثلا، عشان هيبقى عندي هنا بلور وعندي زوم بيحصل. فانا عايز اطبق ده بعد كده واعمله بريسيت ثابت. فهتعمل ايه؟ هتيجي هنا عند كلمه موشن وتيجي تدوس كليك يمين عليها، وبعد كده هتلاقي في حاجه اسمها سيف بريسيت. لو دوست على سيف بريسيت هتسمي البريسيت ده وليكن مثلا تيست 1 مثلا، وهتكتب ديسكريبشن وليكن مثلا زوم بلس بلور، وبعد كده هتيجي تقول له اوكي يلا سيف لي البريسيت ده. لو بصيت هنا على كلمة بريسيت في افكت هتلاقي تحتيها بقى في عندي بريسيت اسمه تيست 01. لو رحت على اي تراك تاني مش محطوط فيه اي حاجة وخدت ده كده قمت سحبه بالطريقة دي كده ورميه هنا، بص ايه اللي حصل. هتلاقي انه البريسيت اتطبق بقى فيه عندي هنا الزوم بالكي فريم اللي انا محتاجه بيتعمل على الفوتج بتاعتي. وده يخليك اسرع بكتير جدا، ويخليك تقدر تنتج بشكل اسرع بكتير جدا جدا جدا. طيب لو انا دلوقتي عندي مثلا بريسيتس اتطبقت على التراك
وعايز اشيلها من التراك دوت، وفي نفس الوقت عندي اكتر من تراك، مش هينفع اقعد ادوس بقى على كل بريسيت واقعد اعمل له ديليت بايديا. يعني مثلا عندي بلور مثلا هنا، وعندي وارب ستابلايزر، وعندي انا مش هينفع اقعد امسك كل فوتج اقعد ادوس عليها اعمل لها ديليت. لو انا عايز اشيل كله مره واحده اعمل ايه؟ كل اللي انت محتاجه هتيجي على كل دول وتقوم عامل عليهم كده مارك كويس، وهتدوس كليك يمين، وبعدين هتطلع فوق على حاجه اسمها ريموف اتريبيوتس، هتدوس عليها هيفتح لك الشكل ده بالمنظر ده. الحاجه دول يعني تقريبا كل الحاجات اللي مرميه من بريسيتس من افكتات من الكلام ده كله اللي انت هتعمل عليه مارك. طبعا هو هنا مش عارف يمسكهم لانه في حاجات محطوط عليها وفي حاجات مش محطوط عليها، فخلينا مثلا نمسك حاجه بعينها وليكن مثلا كده، وهعمل كليك يمين وهقول له ريموف اهو، وهنا اهو مكتوب جاجن بلور. هو لو معمول عليها صح ودوست عليها اوكي، بصوا ايه اللي حصل، اتشال من عليه الإفكت واتمسح بشكل نهائي. الحاجة اللي مش معمول عليها صح، يعني ممكن يبقى في حد واخد أكتر من إفكت في نفس اللحظة، الحاجة اللي مش معمول عليها صح هتفضل موجودة، والحاجة اللي معمول عليها صح هي بس اللي هتتشال، وتقدر تشيل ده كله من على التراكس كلها بشكل مرة واحدة من غير ما تشقى وتتعب في الموضوع. وبكده نكون خلصنا البريسيت والبلجنز، وخلينا نخش على البارت اللي جاي عشان خاطر نشوف هندرس ايه اكتر مع بعضينا، واللي جاي هيبقى امتع بكتير جدا. استنيكوا في البارت اللي جاي.